ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل الفطار الشعبي الجميل ده مع بعض. طبعا ما فيش حد في الدنيا كلها اسمه ما بيحبش الفطار الشعبي، من الاكلات السهله والجميله قوي الصراحه. احنا كده كده ان شاء الله باذن الله هنقضي مع بعض يوم كامل. هنعمل بقى مع بعض الفطار الجميل ده، وهنعمل الغدا مع بعض، هنعمل فطير، وهنعمل كمان بقى كنافه كده ماما عاملاها تحفه. طبعا بقى ايه، هنعمل بقى واحده واحده الاكل مع بعض. اول حاجه طبعا زي ما انتوا شايفين، انا معايا هنا بطاطس. طبعا فطار شعبي يعني بطاطس بقى وفول وطعميه وبتنجان مقلي. هنشوف الكلام ده كله مع بعضنا. انا هنا دلوقتي جبت بطاطس، طبعا الكميه اللي انت بقى تحتاجيها تعمليها. انا جبت 3 بطاطسات، قشرتهم وبقطعهم صوابع. عايزه تقطعيهم شيبسي بقى، تحبيها اي شكل انت عايزاه اعمليها. خلاص. إيه، عندنا هنا كان النور قاطع بس كانت الإضاءة حلوة في المطبخ ما شاء الله. الشمس كانت طالعة جميلة جدا، فقلنا ايه بقى ايه اصور معاكم برضو. مش شرط خالص يكون في نور عشان ايه نصور يعني. إيه شوف بقى كده هقطع البطاطس، عشان انا والله ما سرعتش برضو الفيديو معاكم. انا الفيديو ده كله كده كامل، إيه سواء كان في الفطار او في الفطير بقى، او في مية ماما وهي بتعمل الكنافة، برضو مش مسرعه لكم اي حاجة. هنا خلاص قطعت البطاطس، وهنا برضو ايه بقطع البتنجان برضو اللي احنا هنقليه، علشان ايه بقى اخلص نفسي يعني بسرعة. خلاص. طبعا الفطار الشعبي اي اكلة انتي بتحبيها بتحطي فيه، ما بيقولش لا يعني الصراحة على حاجة. اي اكلات بتحبيها بيبقى جميل. ومن المهم بقى يا جماعة زي مثلا ايه، يعني بما اننا يعني قاعدين فاضيين بقى في البيت وكده، فايه بقى فنعمل اكل سوا يعني بدل ما نشتري من بره. يعني مثلا روحنا جبنا فطار، طبعا انتوا عارفين بقى هنجيب حاجات كتير من بره، لا نعمله في البيت كده ونتسلى مع بعض احسن يعني. انا كده خلاص كنت قطعت البتنجان خلاص. ودلوقتي بقى بقليه ايه في الزيت. انا حطيت زيت على النار، وزي ما انتوا شايفين هناك طاسه صغنونه كده، كنت مطلعه فول بقى، ماما كانت حطاه في الكيسه كده، كانت حطاه في الفريزر. ما شاء الله الفول بتاع ماما جميل جدا. طبعا هي نزلته مره على القناه، وان شاء الله هسيبلكوا برضو في اخر الفيديو. الفول، طريقه الفول جميله جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله يا رب منساشي، وهنزل لكم ايه طريقه الفول بعد الكنافه. شايفين يا جماعه هو اصفر وفاتح وجميل ازاي. هسيب لكم قطعه يعني جزء من الفيديو ان شاء الله في اخر الفيديو برضو. خلينا بقى نعيش مع بعض كده يوم كامل، عشان اللي حابب يعمل الفول يعمله. انا هنا كنت بقلي البتنجان، كنت ايه بفك الفول كده في الطاسه، لان ماما كانت حاطه بقى في الفريزر. ماما بتشيلوا اكياس في الفريزر، وقت ما بنطلع بنفكه بقى كده على النار وبنوضبه مع بعض. طبعا هتشوفوا الكلام ده دلوقتي ايه كله كامل مع بعضينا كده. انا كنت بقلب في الفول شويه عشان يفك وهنا طبعا كانت البتنجانه يعني إيه البتنجان انقلع. كنت ايه كان لسه مستواش قوي، كنت بقلبه وبحط الشبكة دي عليه كده من فوق علشان طبعا البوتاجاز ما يتبهدلش، لان تعرفين طبعا طول ما الحاجة بتتقلى على البوتاجاز الزيت بتانيه ايه يقعد يطشطش زيت كده على البوتاجاز وبيبهدل له الدنيا الصراحة. فبحب قوي احط الشبكة دي واترحم شوية من الغسيل البوتاجاز يعني. شايفين بقى هنا الفول كنت كل شويه هنا ايه اقلبه بقى وبهرسه، لان زي ما قلت لكم النور كان قاطع عندنا في الفتره دي. وزي ما انتم شايفين كده في الفيديو، شايفين ان النور جاي داخل من الشباك. فانا معتمده الصراحه كنت في الفيديو ده على الشمس، يعني كنت معتمده عليها بشكل كبير يعني. الحمد لله المطبخ عندنا الشمس بتدخل فيه كويس، فكانت الشمس هي العامل الاساسي النهارده في التصوير شكرا يا شموسه. المهم بقى فكنت ايه طبعا عشان ما فيش بقى خلاط الكهرباء قطعه، فقلت بقى ههرسه على ايدي. ماما كده كده بتسويه بيكون دايب جدا، فمش مستاهل خلاط اساسا. فزي ما انتوا شايفيني كده بعمله بالمعلقه على طول فبينهرس يعني. بس يعني بيبقى اجمل فول دايب هتشوفوه. طبعا انتوا هتشوفوه في الطبق بقى، وانا بحطه في الاخر هتلاقوه دايب جدا يعني في الطبق، مفيش مشكله. عملنا النهارده فطار بقى مصري اصيل كده، ان عشان ايه صورته بقى معاكم، عشان اللي مكسله تعمل فطار لا اعمله بقى في البيت بدل ما نشتري من بره وكده. طيب انا حطيت كده على الفول شويه كمون، وحطيت يا جماعه شويه كزبره ناشفه، وهحط الملح، وهحط عليه شويه خل
خلاص. واحط عليه طبعا انا كنت هنا بحط الملح اهو، وطبعا هحط عليه طبعا ليمونه، وتشوفوا بقى الكلام ده كله مع بعض دلوقتي. هنا كنت بقلب البتنجان طبعا عشان خاطر ما ينحرقش مننا. طبعا حلاوه البتنجان يا جماعه احنا هنطلعه لونه احمر وجميل كده، خلي بالك ما ينفعش تحرقيه علشان خاطر يعني يديكي طعم جميل. طبعا هنعمله دلوقتي بقى دقه جميله، ونعمل مع بعض الطماطم المخلله بقى بما ان في دقه طبعا، يعني فطار اللهم بارك كان اصل يعني. هنا بحب انا احط شويه خل صغيرين على الفول، بيديله نكهه جميله قوي في الاكل، جربوها هتحبوها جدا. الحته بتاعت الخل ديت بتديله نكهه كده جميله قوي، وانتي بتاكلي هتحسي بيها. خلاص. وهنا بقى كنت خلاص، هنا بقى كنت بطلع البتنجان ده هنا كان اول دور بقى كده خلاص استوى، وكنت بطلعه وسايبه بقى طبعا هناك الفول بقى بيسخن شويه. بصوا يا جماعه البتنجان ده لازم يكون لونه احمر كده وجميل علشان يديكوا بقى. بصوا حتى وانتوا بتاكلوه بتلاقوا فيه قرمشه بسيطه كده، انت عارفين طبعا الاحساس ده بيبقى جميل قوي. وكنت هنا برضو بحط بقى هنا الدور التاني. انا كنت عامله يعني طبق مش كبير قوي برضو، كان وسط كده، طبق يعني بتنجان. خلاص. طبعا هنعمله بقى الدقه دلوقتي مع بعضينا. طبعا انا كنت حطيت الشبكه دي جميله قوي يا جماعه، اللي يلاقيها على طول يعني يلاقيها بتمنع اي طرطشه الصراحه على البوتاجاز. حلوه قوي، بتنفع بقى في اي قلي، سواء تقلي مثلا بتنجان او بطاطس او سمك او بصي اي حاجه بتطرطش هي حلوه قوي، بتحوش اي طرطشه يعني على البوتاجاز، انت لما كل شويه تقعدي تغسليه وكده. هنا كنت طبعا هنا بقلبه، ده الدور التاني اللي اتبقى يعني. زي ما انتوا شايفين كنت انا حطيت برضو ليمونه كده على الفول. اللي بصوا يا جماعه جربوا الحركه بتاعت الليمونه مع شويه خل صغيرين دي، بتبقى حلوه قوي مع الفول، وما تستغربوش من الخل دي، بتديها نكهه حلوه قوي. هنا كنت بطلع بقى الدور التاني ده خلاص بتاع البتنجان. وهنا بقى كنت بقلي بقى البطاطس. خلاص. طبعا انا بحب اقلي البطاطس في الاواخر كده عشان خاطر تبقى تنها مقرمشه كده وسخنه، ما بحبهاش طريه الصراحه لان كل ما البطاطس تقعد يا اما بقى تلاقوها الزيت وقف عليها كده، متبقاش لذيذه اما بتبرد يعني الصراحه. وقت ما بتبقى سخنه تبقى حلوه، انا فما بحب اقليها في الاواخر كده. يعني هتشوفوه دلوقتي هقلي بعدها الطعميه، وطبعا الطعميه ما بتاخدش حاجه بقى وخلاص. خلاص. طبعا اكيد هحط دلوقتي برضو بطاطس تاني، هنقلي البطاطس اللي احنا عاملينها مع بعض كلها. هنا برضو جبت له هنا بولة البطاطس اهيت، وبحط بقى الدور التاني بتاع البطاطس، واقلبها دلوقتي برضو كلها في الزيت زي ما انتوا شايفين كده. اقلبها بقى كويس واغطيها برضو بالشبكة، وهسيبها بقى تتحمر برضو. على ما البطاطس تتحمر دي هيكون بقى عملنا مع بعض اجمل دقة بتنجان هناكلها بقى. وطالما في طبعا دقة بتنجان يبقى نعمل طماطم مخللة. طبعا الدقة بتاعت البتنجان ما شاء الله انا كنت مكترة فيها شوية عشان خاطر نعمل طماطم مخللة. الطماطم المخللة تبقى طعمها جميل جدا طبعا، وخصوصا في الاكل الشعبي يعني. انا كنت هنا جايبه في 5 أو 6 فصوص توم كده كبار. خلاص مفروم كويس جدا بالمفرمه. المفرمه دي حلوه قوي يا جماعه، اللي مش عنده يعني لا يجيبها، حلوه قوي، بتفرم التوم ناعم وجميل جدا الصراحه، فحلوه قوي يعني. شايفين فرم التوم بسيط جدا يعني قصدي ناعم جدا يعني، صغير كده وناعم. طبعا بنزل البواقي بقى من عليه احط عليه دلوقتي بقى هبشر عليه الطماطمايه. طبعا دقه البتنجان بصوا يا جماعه عشان انتوا عارفين لو النور زي ما قلت لكم النور كان قاطع عندي، فانا اضطريت ان انا ابشر الطماطمايه دي. لو النور بقى كان شغال عندي كنت فرمت طبعا فلفله مع الطماطمايه في الكبه وكده. فبصراحه برضو الفلفل بيبقى طعمه جميل جدا لو انتوا ضفتوه مع البتنجان وخصوصا بقى طبعا لو في قرن فلفل كده مشطشط. ولكن طبعا النور كان قاطع، فانا قلت هفرمه بالمبشره الصغيره دي. فهنا جبت طماطميه قطعتها نصين، وببشر بقى هنا الطماطميه كده على ايدي، قصدي على المبشره،
بحطها ايه على الثوم، عشان طبعا دلوقتي هحط عليها ايه التوابل. بصوا يا جماعه برضو معلومه، اما تيجي تقلوا بتنجان وتحطوا له بقى الدقه بتاعته كده، يا ريت وهو سخن تتبلوه بالدقه اللي انتوا عاملينها، عشان يشرب ايه بقى على طول وهو سخن كده من الدقه. ده برضو سر من اسرار ان البتنجان المقلي يشرب الدقه بتاعته على طول، بيبقى طعمه جميل. اول على طول ما تنزليه من على النار، انا يا دوبك نزلت وحطيت البطاطس وعملت له الدقه على طول، وهو سخن كده، واحط له الدقه خلاص، عشان بقى ايه يشرب كده من التتبيله، بيبقى طعمه جميل جدا. دلوقتي بقى ايه كنت بجيب اكيد هنا بقى، كنت بجيب الليمونه او التوابل. كنت بجيب هنا بقى الليمونه، طبعا دقه بتنجان يعني ليمون، هنحط لها ليمون وشويه برضو خل صغيرين. خلاص، اللي عايز يكتفي بليمون بس براحته، عايز يكتفي بخل بس براحته، اللي انتي عايزاه. انا كنت هنا بحط بقى القطعه التانية من الليمون، وبعد كده بقى ايه هحط عليها شويه ايه خل صغيرين اكيد يعني. طبعا هنا انا بقلب التومه بقى بالليمون بالطماطمايه كده، وادي شويه الخل الصغيرين اهو، واحط بقى التوابل. هحط طبعا يا جماعه كمون وكزبره ناشفه وملح. خلاص، طبعا البتنجان يا جماعه متحطلوش فلفل اسمر، خلاص، هو بتبقى طبعا جميل قوي بالتوابل دي بس. وزي ما قلت لكم بقى، عايزه تحطي بقى قرن فلفل بقى شطه او سبايسي يعني، او عادي براحتك. خلاص، وبحط هنا الملح. طبعا هنا انا شلت بقى المنديل من تحت البتنجان عشان ايه نتبله بقى وكده. خلاص، المنديل شرب الزيت الزياده، فهتبل بقى على طول. بقلب بس كويس التتبيله، وايه بقى هدقه بقى. يعني بصي بقى، ممكن بقى عندك بقى حاجه من الاتنين، يا اما بقى تحطي التتبيله ديت عليه وبايديكي كده بقى تتبلي بقى، تقومي بقى مقلبه بقى التتبيله في البتنجان في كله عادي. عايزه تحطي على كل واحده زي ما انا عملت كده برضو براحتك عادي، المهم تتبليك بالشكل اللي انت حباه. ولو انت عايزه برضو تقلي البتنجان كامل، يعني مثلا بتنجانيه كامله تفتحها فتحه من الجنب كده، وهي بتحطي وانت بتحطها في الزيت وخلاص. وممكن ما تشقهوش زي ما انا شقاه كده، انا قطعاه. لو انت مش عايزاها تقطعيه براحتك، لو تسيبيه كامل يعني وتقليه كامل في زيت برضو براحتك. يعني الاكل بقى زي ما انت بتحبي شكله وانت حاطاه على السفره بتاعتك اعملي. خلاص، طبعا انا هتبله معاكم كله اهوت. نقطع بقى مع بعض الطماطم المخلله، ما شاء الله برضو هتبقى طعمها جميل جدا. بتبقي بقى الدقه ديت عشان انا مكتره الدقه، فقلت اكيد بقى خلاص يبقى طماطم مخلله. ايه رايكم يا جماعه في اليوم الكامل ده اللي مقضينه مع بعض؟ جميل قوي. طبعا هنا بقى جبت خيار. طبعا الخيار سواء بقى خيار او طماطم او جرجير، الحاجات دي بتبقى حلوه قوي مع الفطار الشعبي. لو عايزه برضو تجيبي بصل اخضر، ممكن تحطي برضو بصل اخضر، بيبقى حلو قوي. بس احنا اكتفينا بقى بالطماطم والخيار. خلاص، ما حابه تضيفي انت عندك اي حاجه، ممكن تحطي تعملي مسقعه سريعه كده، هبقى اعملها لكم بعد كده في فيديو لوحده. حابه تعملي مثلا بطاطس بتوم، اللي عارفها طبعا بتبقى تحفه جدا. حابه تعملي اي حاجه براحتك. انا هنا بقى الدور التاني بتاع او الدور الاولاني بتاع البطاطس، مش عارفه انا كنت لا، ده الدور التاني بتاع البطاطس. انا كنت حاطه معاكم الدور الاولاني، ده الدور التاني. خلاص بقى هنا اتقلى بقى خلاص، بشيله بقى معاكم كده واطلعه من الطاسه. اليوم الكامل ده يا جماعه حلوه قوي، انا مقضياه معاكم بحذافيره. يعني اليوم كامل كده مقضيينه مع بعض سوا، حلو قوي قوي قوي. احساس ان انت تقضي مع حد بتحبيه اليوم كامل. شايفين بطاطس حمرا وجميله ازاي؟ بقولكم مطلعاها حمرا وجميله كده. هنا بقى الطماطم، انا كنت هنا غاسله الثلاث طماطمات دولت بالظبط، وبقطعهم بقى شرايح كده في الطبق. حابه طبعا انت تكتري او تقللي، بس دولت كويس حلوين مناسبين قوي لينا. وهتبلهم برضو معاكم دلوقتي. بتبقى جميله قوي الطماطم المخلله دي، وبتتاكل بقى يا جماعه. خلي بالكم كمان مش جنب الفطار الشعبي بس، يعني احنا مثلا ممكن ناكلها جنب عدس. عارفين بقى العدس برضو بقى جميل قوي في الشتاء ان شاء الله. لازم ما نعديش الشتاء الا ما نعمله مع بعض.
فالعدس برضو تقطعي جنبيه الطماطم المخلله دي، بيبقى حلوه قوي. انا هنا قطعت 2، اكتفيت ب2، لقيت الطبق ما شاء الله اتملى، فقلت كفايه بقى. فبرضو الدقه اللي اتبقت فبحط عليه هنا بقى، بيبقى طعمها حلو قوي يا جماعه، جربوها وقولوا لي ايه رايكم. طبعا انتوا اكيد بتعرفوا تعملوا الاكلات دي كلها، بس بحب اشارك معاكم يعني اليوم. ان شاء الله برضو نرجع تاني برضو للفيديوهات البسيطه، بس انا حبيت يعني يوم كده ان ايه نقضيه مع بعض يعني. خلاص، وهنا كنت بنزل الدقه كلها. قلت اخلصها بقى كلها، ما فيش حاجه فيها تستاهل ان انا ابقيها يعني. كده خلاص خلصنا كمان الطماطم. كده الاكل بتاعنا خلاص كان قرب بقى يخلص، وكنت كنت بخلص فيه بقى. وهنا برضو كنت بحط معاكم البطاطس المقليه يعني بقى، كان خلاص فعلا كنت بخلص في الاكل بقى بوريكم هنا عجينه الطعميه، بقولكوا هنا بقى ايه يلا. بقولكوا هنا يلا نقليها. كان شكل بضحك على شكل الكيسه حلوه قوي. انا هنا يا حبايبي حطيت شويه كمون، وشويه كزبره ناشفه على العجينه، وشويه سمسم. بصوا يا حبايبي، العجينه دي انا جايباها جاهزه من بره، طبعا ماما عامله معاكم الطعميه قبل كده في القناه، حلوه قوي، بس ما شاء الله يعني هي بتعملها احنا بنخلصها على طول. هي طعمها حلو قوي. حطيت المكونات دي على العجينه بتاعه الطعميه، وقلنا بقى نقليها مع بعض. انا هنا طبعا مكان البطاطس، طبعا الزيت نضيف، طبعا خساره نرميه يعني حرام، فطبعا بجيب مصفايه صغيره كده، وبجيب اي حاجه زياده واقعه من البطاطس في الزيت يعني. هنا بقى بجيب المعلقه وبقلي الطعميه بقى، بنزلها في الزيت. عايزه بقى تعمليها بايديكي يعني تعمليها بالمعلقه، انا برضو هعمل اخر واحده كده بايدي، عشان لو انت متحبيش تعمليها بالمعلقه تعمليها بالايد. خلاص براحتك يعني. طبعا الفطار الشعبي ما ينفعش يبقى موجود ومفهوش طعميه. دي معروفه. طبعا انتوا عارفين بقى ان طبعا الطعميه انواعها كتير يعني، في طعميه بالفول اللي ماما عملتها معاكم في القناه دي قبل كده، وفي طبعا طعميه بقى اللي هي بالحمص اللي هي الطعميه الشامي. الطعميه بتبقى انواعها والصراحه كتيره، طعميه انواعها كتيره وكلها حلوه في نفس الوقت الصراحه، كلها طعمها جميل يعني. انا برضو كنت هعمل بقى دلوقتي بقى واحده بايدي كده، طبعا عشان برضو بقولكوا اللي مش حابه بقى تعملها بالمعلقه تعملها بالايد براحتك يعني. خلاص، انا هحط برضو هنا الطعميه الصغنونه دي في جنب كده، وهبقى كده وسع لها مكان برضو. طبعا سيبوها الاول تستوي كويس، وبعدين وسعوا المكان اللي انتوا عايزين. هنا بقى كانت الطعميه بقلبها، كانت استوت من على الاتجاه ده، فكنت بقلبها بقى كده. خلاص، انا حاسه يا جماعه ان انا بجوع تاني كل ما اشوف الفيديو ده. طبعا الفطار الشعبي كلنا بنحبه ما شاء الله عليه يعني، كان طعمه جميل قوي، وخصوصا بقى لو انتوا قاعدين تاكلوا مع بعض كده في لمه بيبقى حلو قوي. هنا كانت كلها بقى هنا استوت. بطلعها هنا واحده واحده. بصوا يا جماعه، لو انتوا مش حابين تحطوا السمسم على الطعميه كده زي ما انا حطيته، وحابين مثلا تاخدوا كل طعميه تحطوا عليها السمسم من فوق، براحتكم، دي حاجه ترجع لكم. بس انا حبيت اقلب السمسم في الطعميه كلها، عشان خاطر اما افتح كده الطعميه الاقي من جواها سمسم. كده كده ماما عامله الطعميه معاكم في القناه، وعامله لكم شكل الطعميه بسمسم يعني، واحنا بنحط السمسم من فوق. خلاص، هنا برضو طبعا انت عارفين الفطار الشعبي بيكون اكيد في بيض، اللي لو حابه انت تسلقي البيض ممكن. احنا هنا عندنا في البيت بيحبوه مثلا يعني مقلي اومليت او مقلي عادي. فانا جبت هنا بقى 2 بيضه بالظبط، وحطيت عليهم شويه فلفل اسمر وشويه ملح، وهرب البيض كده. طبعا بقى انت لو حابه تقطعي فيه بقى فلفل اخضر او طماطم، تعملي شكشوكه عموما، تعملي مثلا بيض بصلصه بعيون. طبعا البيض بقى بانواعه طبعا بيبقى جميل جدا، سواء بقى فطار او غدا او عشاء يعني، البيض بيبقى تحفه الصراحه. هنا كنت بحط بقى هنا شويه زيت في الطاسه. خلاص، وانا بقى هعمل البيض بقى لوحدي بقى، مش هزعجكم يعني معايا. كفايه عليكم قوي كده فطار شعبي.
انا كنت برب بيض، بس اكيد بقى انا كده خلاص مش هجيبه معاكم، يعني كلنا بنعرف نقلي البيض. هنا بقى كان الفول، طبعا هنا بقى كان استخن، وكنت بقى بحطه في الطبق وهجهزه بقى مع بعض. طبعا احنا حاطين عليه التوابل اللي هي الملح والليمون وشويه الخل والكمون والكزبره الناشفه. هنا بقى هحط له بقى هنا الطحينه والزيت الحار. اللي ما بيحبش يحط زيت حار براحته، يعني يحط زيت عادي، بس انا بحبه جدا بالزيت الحار والطحينه. شايفين هنا البيض بقى كان طلع، انا كنت مقطعاه كده قطع صغيره. وهحط بقى دلوقتي هنا الطحينه. انا كنت بقلب الفول في زيت الحار كويس. هحط بقى هنا الطحينه. اللي مش بيحب الطحينه براحته ما يحطهاش، بس هي بتبقى يعني بتعطي طعم اجمل للفطار الصراحه. خلاص، بس وده بقى كان، اللهم بارك، كان الفطار الشعبي بتاعنا. وهنا طبعا كنت بحط شويه ملح بقى على البطاطس. حابه تحطي بقى توابل للبطاطس براحتك، حابه تحطي كمون عليها برضو براحتك، اللي انت عايزاه اعمليه. ده يعني اسهل فطار شعبي باقل التكاليف. ان شاء الله بقى تجربوه تعملوه. ممكن ده كمان ينفع طبعا فطار وعشاء، وينفع كمان على فكرة كمان غدا يا جماعة. هسيبكم بقى دلوقتي، وان شاء الله نشوف الكنافة مع بعض. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعيش مع بعض كده يوم يعتبر فلاحي كده جميل. وطبعا يعتبر فلاحي اصيل بقى، عشان احنا عاملين فطار مع بعض وهنعمل فطير، وهنكمل بقى اليوم مع بعضينا كده. هنا طبعا اول حاجة بقى ماما بتعملها، هتعمل معاكم بقى الفطير، ولكن هتعمل معاكم الفطير بصوا من الالف للياء، علشان اي واحدة مبتدئة تعرف تعمل الفطير خالص بكل سهولة. تمام. فماما هنا بقى هتعمل اول حاجة، هنا هتعمل الدقيق. هي جايبه هنا 2 كيلو دقيق بالظبط. خلاص، حطهم في البولة الكبيرة دي، وبتنخلهم بقى معاكم. ده اسمه منخل. المنخل ده هي بتنخل بيه الدقيق. خلاص، بيبقى يعني الفتحات بتاعته رفيعة كده عشان ينزل الدقيق منخول كويس. طبعا انت بقى عايزة عندك منخل صغير، انخلي بقى اللي انت عايزاه. بصي يا حلوين، ومعانا هنا بقى سكر. حاطط على الدقيق شوية سكر وشوية ملح. طبعا انت بتحطي على حسب الكمية اللي عندك. تمام. والبولة اللي جنبها دي بقى هي حاطة فيها مية اهيت. هتنزل بقى على الدقيق واحدة واحدة كده لحد ما العجينة تلم، وهتقعد بقى يا جماعة تلت فيه كويس جدا. تمام. علشان الفطير بيحب اللت شوية. هي طبعا هي بتحط هنا بقى المية شوية بشوية، وطبعا بتلم الدقيق كده زي ما انتوا شايفين هي بتلمه. وهتحط كل شوية شوية مية لحد ما العجينة تلم معاها خالص. وهتشوفوها طبعا دلوقتي بقى وهي بتلته. احنا ما سرعناش يا جماعة الفيديو في الفطير، يعني علشان خاطر اللي اول مرة تعمله تعرف تعمله كويس جدا. يعني ماما كانت مصرة على كده، قالت لي ما تجريش الفيديو، علشان إن اي واحدة مبتدئة بتعمل فطير هيفيدها جدا الفيديو ده. فالصراحة سيبناه يعني. شايفين هي بتحط كل شوية برضو مية علشان يلم معاه كويس. وهي طبعا كل شوية تقلب بقى. شايفين هي بتعمل بايديها ازاي، بتقعد تلت فيه كده وتعجن فيه كده علشان خاطر تلم الدقيق كويس كده بالمية. متنسوش ان هي حطت شوية ملح وشوية مية عليه. خلاص. وشوية مية وشوية سكر قصدي. هتقعد بقى تعجن كده، تعجن تعجن. يا والله قالت لي لا ما تجريش الفيديو، علشان يعرفوا كويس هو ازاي بيتلت وازاي بيتلم. طبعا ده الكلام ده طبعا للمبتدئين. شايفين حتى هما خلاص اخدوا شوية المية، هي مش هتحتاج اساسا مية تاني. هتقعد بقى تعجن جامد. هتشوفوني بقى وانا بقعد اساعدها بقى في الفطير دلوقتي. فيديو جميل قوي ولذيذ، سيبناه بكل تفصيلة فيه خالص، علشان خاطر تعيشوا معانا فعلا اليوم كامل. خلاص. هنا بقى حلوين كانت تتلم. ماما بقى حطت البولة دي، حطت فيها شوية زيت، وبعد كده بقى حطت العجينة فيه. تمام. هتعمل هي هنا دلوقتي، هي معاها هنا زبدة صفرا، حطت عليها شوية زيت، والطبق ده فيه قشطة. تمام. ديت قشطة
بصوا بقى يا حبايبي، انتوا عايزين تحطوا بقى ايه سمنه بلدي بدل الزبده براحتكم. إيه مش حابين تحطوا قشطه، دي برضو حاجه ترجع لكم. خلاص اللي انت حابه اعمليه. وهنا بقى هي هتعمل ايه، قالت لي هنا بقى انا هقطع دلوقتي عجينة الفطير اللي هي عملتها دي، وهنسيبه يرفع. يعني هي دلوقتي هتقطعه دلوقتي معاكم في الصينية ديت، وهتسيبه ايه يرفع. من المهم جدا يا جماعة ان احنا نسيب الفطير بعد ما نقرصه كده ونقطعه كده في الصينية، نسيبه يرفع علشان واحنا بنفرده يتفرد معانا بسهولة. خلاص. هي طبعا هنا هتعمل قدامكم دلوقتي فطيرتين في الصينية دي. هي ما شاء الله عاملة 3 النهاردة، فالصينية دي هتاخد 2 بس، وهي تعمل بقى التالتة مع نفسها. خلاص. هنا ما شاء الله هي الاول حاجة هنا كل فطيرة لازم تاخد واحدة كبيرة. يعني إيه بصي يا حبايبي، هي كل فطيرة عاملاها هتاخد متهيألي 21 كورة صغيرة غير الكبيرة. شايفين هي بتعمل هنا كده الصغير، هي بقى تعمل الصغير كده جنبها. شايفين؟ يعني هي عملت الكرة الكبيرة بتاعة الفطيرة، وجنبها هتعمل 21 او 20 كرة صغيرة. طبعا انت بتعملي الحجم بتاع الفطير ده على حسب الصاج او الصينية اللي انت بتدخليها الفرن. تمام. يعني ماما بتعمله معاكم. طبعا الكور الصغيرة دي بتكون اقل من الكبيرة، هتشوفوا دلوقتي ليه احنا بنعملها اقل من الكبيرة مع ماما دلوقتي. خلاص. هنا بقى بعد ما خلصتهم بتدهن وشهم زيت. شايفين هنا كل واحدة كبيرة معاها الصغيرين بتوعها، تدهن على وشهم زيت وتقوم مغطيهم كده شوية. لازم بقى يرتاحوا لمدة ربع ساعة، من ربع لتلت ساعة كده. وبعد كده بقى جبت بقى الزبدة والزيت والقشطة اللي هي حطيتهم معاكم كده، حطيتهم معاكم على بعضهم. هي بقى تعمل يا جماعة على النار، لازم تفكهم. احنا مش بنسيحهم ولا بنخليهم يسخنوا جامد، لا خالص. دولت بس لازم يتفكوا بس على النار. هتشوفوها دلوقتي بقى معاها هي بتفك بس، حتى تلاقي بتقطع كده في الزبدة والقشطة تفكهم بس. يعني هما مش مستاهلين ان هما يسيحوا ولا يسخنوا، لان هي هتحط ايديها فيها دلوقتي وهي بتستخدمها. شايفين؟ تحسوا ان هنا في قطع زبدة كمان، هي لان هي فكتها بس مش سيحتها كلها يعني. هنا بقى حلوين جابت صاج من اللي هتدخله الفرن، دهنته بقى من الزبدة والقشطة والحاجات دي، وتحط هنا بقى الكبيرة بقى اللي هي عملتها، وهتبططها بقى قدامكم كده بقى على الترابيزة الكبيرة دي. هتبطط هنا بقى اول فطيرة الكبيرة اللي هي الكرة الكبيرة اللي هي عملتها في الاول. انا قلتلك هي بتعمل كرة كبيرة في الاول، دي بقى الكرة الكبيرة اللي هي عاملاها بتفردها معاكم، وهتحطها بقى في الصينية. بس لازم تفردها كويس جدا زي ما قلت لكم يا جماعه. لازم تريحوا الفطير بعد ما نقطعه كده كويس جدا. ليه السبب؟ علشان خاطر وهي ماما بتفرده زي ما شايفين هي بتفرده كده بيفرد معاه بسرعه. لازم انتوا بقى تسيبوه برضو عشان يفرد معاكم بسرعه. شايفين؟ وخلي بالكوا لو لقيتوا اي قطعه في العجينه بتاعه الفطير وانتوا بتفردوه عادي جدا، لانه كده كده كله بيتلم على بعضه، والموضوع بيبقى سهل عادي. يعني كله بيتلم على بعضه. شايفين؟ هي كده لما كله على بعضه هي بتلم كده في الصينيه. الفطير بتفرده كويس جدا. لازم الاولى ديت لازم تفردها في الصينيه كلها من جوه، علشان بعد هتحط الفطير الصغير اللي هي مقطعاه صغير ده عليه. خلي بالكوا يا جماعه، دي اسهل اسهل اسهل، وانا بكرر تاني، اسهل طريقه للفطير. في بقى طبعا طريقه تانية اللي هي بتاعه الفرد. نقعد نفرده كده على الطبلية. هخلي ماما برضو تعمله معاكم في مرة، بس ده اسهل طريقة للمبتدئين يعني. خلاص. انا هنا بقى انتوا شايفين انا كنت قاعده انا بقى في جنب، كنت بساعد ماما بقى اخد منها وافرد كده بقى على في الصينيه، يعني بساعدها يعني. انا طبعا في فطير بحب قاعده احط ايدي في كل حاجه طب بحب العجن يعني، وبحب اساعد ماما. شايفين؟ بقعد بقى اساعدها واقعد اعمل في الصينيه معاها. هنا بقى طبعا كل يا جماعه كوره صغيره ماما بتاخدها من الصينيه، بتحطها على الترابيزه اللي قدامها دي، وتحط عليها من الزبده والقشطه والحاجات دي، علشان تبقى الطبقات بقى جوه الجلاش كده بقى مورق وجميل وسهل وحلو كده. خلاص. يبقى سهل يعني ايه سهل؟ يعني يبقى سهل معاه في الفرد وحلو كده، بتفرده بسرعه يعني. شايفين؟ ماما بتاخد الواحده تدخلها في الزبده والقشطه،
تقوم بقى ايه فرداه كويس كده على الترابيزه، وانا باخدها منها بقى وبحط الطبقات فوق بعضها. ده بقى يا جماعه اللي بيخلي الرقاق اسمه دوت الفطير مورق جدا من جوه. ولازم ترقها كده زي ما ماما بتعملها، علشان إيه الفطير من جوه يكون مورق وجميل. ما تخلوهاش الطبقه بتاعته دي تبقى تخينه، لازم تبقى رقيقه زي ما ماما عاملاها كده من جوه. وتحطوا بقى ايه الطبقات كلها فوق بعضها. طبعا انتوا عارفين، بس للمبتدئه بتبقى عايزه التفاصيل، عشان كده ماما قالت لي ما تجريش الفيديو في الفطير بالذات، علشان خاطر يبقى ايه المبتدئه تعرف تعمله. خلاص شايفين يعني ماما هنا بس ايه اللي هي بتبططها دي، فهي مثلا اتفتحت منها من النص، مفيش مشكله لانه كله بيتحط فوق بعضه فبيتلم. يعني الفطير عادي جدا، اي واحده تتقطع منك مفيش اي مشكله، ما بيقولش لا على حاجه خالص يعني. خلاص هي بقى تعمل معاكم الصاج ده متهيألي كامل. طريقته سهله وجميله وطعمه في الاخر تحفتين. ان شاء الله هتجربوه طبعا هتعرفوا. طبعا زي ما قلت لكم اللي عايز يستبدل الزبده بسمنه بلدي مفيش مشكله، لدرجة ان في ممكن ناس بتعمله بزيت خالص برضو مفيش مشكلة. المادة الدهنية اللي موجودة واللي متاحة عندك في البيت اعملي بيها، بس طبعا بتبقى اطعم شوية بالزبدة او بالسمنة البلدي وكده يعني، اكيد يعني انتوا عارفين. خلاص تقعد بقى تبطط كده، وانا بقى باخد منها لازم انا حشرة نفسي معاه في كل حاجة. هي الصراحة يا جماعة بتحب يعني تعلمني، دايما بتحب تعلمني الاكلات، وبتحب تدخلني المطبخ. ماما بتحب تعلمني كويس جدا، لان بتقولي يعني ايه انت طبعا كل واحده متعرفش ظروفها بعدين هتبقى عامله ازاي، فكل واحده لازم يا جماعه تدخل المطبخ وتساعد اهلها في المطبخ وكده، علشان ايه تبقى شاطره يعني. بين انا باخد منها دلوقتي كل طبقه وطبقه واحطها فوق بعضها. خلاص اهوت. انا مش مجرياكم الفيديو خالص، انا عماله اتكلم معاكم مش مجريه خالص. قولوا لي بقى الفيديو حلو ولا مش حلو. انا عارفه ان هو هيطول عليكم شويه بس ايه معلش بقى، علشان ايه اللي بيقف معاها حاجه تعرف هي امه عاملاه بحذافيره معاكم والله. هو يوم كامل كده نقضيه مع بعض ان شاء الله يبقى خفيف وجميل على قلبكم. لو محتاجين اي سؤال في الفطيره او في اي حاجه طبعا تكتبوا لنا في التعليقات وماما هترد عليكم ان شاء الله. بس متهيألي بعد كل تفصيله وماما بتعمله كده اكيد مش هتحتاجوا حاجه يعني. خلاص طبعا الفطير ده يا جماعه طبعا انواعه كتير. يعني ده مثلا فطير ده بدقيق القمح عادي، في بقى فطير اللي هو بدقيق الذره، في مثلا انواع فطاير تانية بقى طبعا زي فطير الشرقي كده، في فطاير باللحمه كده. يعني ان شاء الله بقى الايام الجايه باذن الله خلي ماما تعمل معاكم الحاجات دي كلها يعني. شايفين يا جماعه كل فطيره ما شاء الله واخده بتاع 20 كرة صغيرة او 21 كرة صغيرة. لا بصوا الصينية دي اللي احنا بنعمل فيها دي واخدة 20 كرة صغيرة غير الكرة الكبيرة اللي ماما فردتها في الاول تحت خالص في الصينية. وبعد كده بقى حطينا 20 طبقة من الصغيرين فوق بعض، اللي انا بسويهم فوق بعض دول على حسب يا جماعة حجم الصينية انت بتعملي. لسبب بقى لان مثلا ممكن تزودي قوي مثلا رقات في صينية مثلا صغيرة، فما ينفعش لان الفطير بينفرد، فما ينفعش تضخني يعني السمك بتاعها في صينية صغيرة، فاهمين؟ فمش هيطلع مورق معاكي، لا طبعا عشان يكون مورق وحلو كده بنحسب العدد الكرات على حسب الصينية اللي معانا عشان يطلع مورق وحلو. ومن المهم جدا يا جماعه شايفين ماما بتحط العجينه كده جوه الزبده والقشطه علشان العجينه تبقى تتشرب كده وتبقى حلوه كده ومورقه. واللهم بارك اللهم بارك. هتشوفوه دلوقتي وماما بتدخله الفرن وبتطلعه بيبقى تحفه تحفه تحفه. هتشوفوه شكله عامل ازاي ومورق ازاي، لان هي خدماه كويس في الماده الدهنيه.
خلاص. وطبعا دي حاجة ترجع لكم بقى، يعني مثلا في ناس بتحبوا تاكلوا خفيف شوية، قللي انت شوية في المادة الدهنية. حابة تحطي اكتر من كده مادة دهنية، انت حرة براحتك، تفهمين. بس هو طبعا حلاوته باللي ماما عاملاه ده بزبدة وقشطة كده يعني. خلاص. ماما بقى بتفرد. ما شاء الله هي عملت الفطيرة معاكو كلها. مش عارفة هتعمل متهيألي معاكو فطيرتين كاملين معاكو. شايفين الباقي بقى، بس ساعات بتحط هنا كده في الحلة اللي هي مسيحة فيها الزبدة والقشطة، علشان ايه تغرقوا كويس كده بالمادة الدهنية. طعمه بقى يا جماعة تحفة. طبعا بقى الفطير انتوا عارفين ان هو بيتاكل بقى مع ايه، عسل بقى واسمه دوت، وعسل على طحينة وعسل ابيض وعسل اسمر وجبنة حادقة، واللي بيحب ياكل جنبها جبنة بيضة براحتكم يعني، ما بيقولش لا. وينفع بقى فطار وغدا وعشاء كمان. خلاص. بيبقى طعمه جميل جدا، وما شاء الله بيبقى مغري بقى في الراحة وفي الجية، تلاقي بتقطعي كده وبتاكلي. وخصوصا بقى اللي مخدوم كويس، يعني اللي مخدوم كويس ده مش اي حد بيعمله يا جماعه. مخدوم كويس، اللي مخدوم كويس ده انت بتاكلي منه ما بتقدريش تنسيه الصراحه. كده متهيألي ماما بقى لها كام واحده ولا كده خلصت بقى. شايفين انا بقى باخد منها طريقته سهله وسريعه جدا يعني. يعني اي واحده مبتدئه لو شافت مثلا فيديو اللي هو بتاع التطبيق ده، بيبقى مثلا ايه لا صعب شويه، ده سهل جدا. طبقات فوق بعضه كده، وبتلمه في الاخر وبتسيبه يرفع تاني. يعني ماما دلوقتي بعد ما تحط الطبقات فوق بعضها ديت، هتشوفها هي بتلم بقى الفطيره معاكوا عشان تكورها تعمل لها كوره كبيره كده. وهتقوم بقى ايه سايباها ترتاح تاني، وبعد ما ترتاح تاني برضو بتاع ربع ساعه كده، تقوم بقى ايه مبططاها وتدخلها بقى ايه الفرن. بس اهم حاجه في الفطير لازم له الراحه، علشان كل شويه هو بيتفرد، فبالتالي لازم راحه في كل خطوه. خلاص. ما شاء الله عليها ماما ديت، عندها مواهب مدفونه. والله يا جماعه بتعلم منها، بصوا حاجات كل يوم ما شاء الله عليها يعني. متهيألي هي التانية دي برضو هتعملها معاكم، بس متهيألي هتعملها في صاج اكبر، هي هتقولكوا في الصاج الاكبر برضو، عشان طبعا بياخد ايه عدد رئات اكتر. احنا قلنا الصاج ده بياخد 20 واحدة صغنونة، كرة صغنونة غير الكبيرة بتاعته. اما متهيألي اللي هتعمله بقى الصاج الاكبر من ده، هتحطله ايه بتاع 21 او 22 كرة صغيرة غير الكبيرة. على حجم الصاج بنعمل الرقات، عشان لا يطلع منك تخين قوي ولا يطلع منك رقيق قوي. شايفين برضو انا باخد منها. تقلي هي كده خلصت. ايوه هي كده بقى خلصت. انت هتاخدها بقى ايه مني. لا كانت انا كانت ناسيه واحده، هتاخدها برضو تبططها. ما شاء الله، علشان هو محطوط في جوه القشطه والسمنه فمش باين، والزبده قصدي فمش باين. ما شاء الله يا جماعه. انتوا عارفين بقى الماده الدهنيه دي بتعمل ايه فيه في الفرن؟ بتخليه بقى ايه بقى قابب كده ومورق وجميل ولونه احمر، هتشوفوه دلوقتي. ماما هنا بقى كانت ايه بتاخده مني عشان بقت ايه تلم اللي هي حطها الاولى ديت على الفطير الصغير ده، على الرقات الصغيره دي، عشان بقى ايه تسيبه يرتاح. خلاص. يبقى احنا كده ايه يا جماعه ريحنا الفطير مرتين. مره اما قطعناه صغير في الصينيه ديت، سيبناه يرتاح ربع ساعه. انت بقى ريحيه براحتك من ربع ساعه لتلت ساعه، وهو ربع ساعه كويس يعني حلو عليه. وبعد ما ماما ما تحطوا بقى في الصينيه دي زي ما هي بتعملوا كده قدامكم وتلموا كده، شايفين هي ديرتها كده على طول. شايفين هي بتقولكوا ايه سيبوه بقى تاني يرتاح شويه. هي بقى تعمل ايه واحده بقى تانية كبيره في الصاج الكبير ده. خلاص. ده صاج طبعا اكبر من التاني. طبعا كل رق يا جماعه بتجيبه وتحط عليه زبده وتحط عليه
من اسمه دوت من القشطة، وتفرد كده. شايفين؟ علشان طبعا الحاجة بقى متريحة كويس. شايفين بتنفرد بسرعة معايا ازاي؟ اللهم بارك، تحفة. تفرده كويس جدا. والصاج طبعا يا جماعة احنا بندهنه من المادة الدهنية اللي احنا من المادة الدهنية دي، عشان يبقى حلو كده، يعني يدي لون للفطير حلو من تحت. خلاص. شايفين برضو محشورة برضو معاه وبفرد برضو معاه برضو. بحب جدا يا جماعة الفطير، فبحب بقى افرد معاه كده كل شوية. خلاص. هي طبعا بقى هنا حاطط طبعا اول واحدة، ودي تاني واحدة بقى. طبعا بقى طبعا كل شوية انا هاخد منها. خلاص. هي ما شاء الله برضه هتعمل التانية دي معاكم، بس طبعا التالتة بقى قالت لا خلاص كده كفاية بقى، هما كده اكيد خلاص عارفة كل خطوة فيها. فالتالتة بقى خلاص هي هتعملها مع نفسها. شايفين؟ انا بوريكم هنا الصاج ده بيبقى كبير شوية، فبالتالي هياخد عدد كرات يا جماعة اكبر من الصغير. احنا قلنا الصغير ده برضو مش صغير قوي، لا هو وسط، فخد 20 كرة صغيرة غير الكبيرة. اما الكبير ده خد من ماما متهيألي 22 واحدة صغيرة او 21 واحدة صغيرة غير الكبيرة. تمام. بصوا يا جماعة، عايزة اقول لكم ان الفطير ده ملهوش معيار في المادة الدهنية. يعني مثلا افرضي مثلا ان المادة الدهنية دي خلصت منك، وانتي مثلا بتفردي الفطير وبتعملي كده، هتعملي طبعا ده ملهوش معيار. انتي بتسيحي له بقى المادة الدهنية اللي انتي حباها والمتاحة عندك وبتعملي بيها. خلاص. فده ملهوش معيار معين في المادة الدهنية. اول ما تلاقي المادة الدهنية عندك خلاص، تقومي تفكي مادة دهنية تانية وتشتغلي بيها على طول. خلاص. وخلي بالكم يا جماعة، الفطير احنا مش بنسخن او بنسيح المادة الدهنية، احنا يا دوبك بنفككها بس. ماشي. انا ماما قالت لي كده. شايفين هنا برضو انا عمالة برضو افرد الصاج. ما شاء الله يا جماعه طالع طعمه تحفه. طبعا انا بسجل لكم بقى الكلام ده كله بعد ما بعد ما اتاكل طبعا، يعني انا اكلت منه. كان طعمه جميل جدا جدا جدا، واللي هيجربه بطريقه ماما ان شاء الله باذن الله يعجبه، ويكتب لي كمان كومنت جميل ويقول لي الطريقه تحفه. طبعا انا عارفه ان في اكلات كتير بتعجبكم من اللي انا بعملها، واللي ماما كمان بتعملها ما شاء الله اللهم بارك. اكلات بتبقى مخدومة كويس جدا يا جماعة. والله ربنا يعلم ان احنا بنعمل ضميرنا قبل ما نطلع الحاجة طبعا. وغير كده كمان احنا مش بنحب الكروتة في الاكلنا عموما، لان احنا كده كده اللي بناكل الحاجة دي في الاول وفي الاخر. فلازم ماما دايما تقولي عايزة تطلعي اكلتك مظبوطة او عايزة تطلعي الاكل مظبوط، لازم تخدميه. سواء كانت اي اكلة، حتى لو بتعملي فطار او بتعملي اي حاجة، اخدمي الحاجة كويس هتديكي نتيجة محترمة وكويسة. يعني ما تكروتيش الحاجة وتقولي لا انا مش هحط كذا او اعمل كذا اللي هو عارفين انتوا الكروتة والشغل الكلام الفاضي ده بيطلع نتيجة مش كويسة في الاكل. وخصوصا بقى مثلا لو حد جايلك، بتبقى طبعا عايزة تطلعي له افضل واحسن حاجة. طبعا انا مش سايبه بقى ماما وعماله بقى اخد منها وافرد، اخد منها وافرد. حتى هي كانت بتقولي يا بنتي خلاص كفايه، يعني سيبيني وانا اعملهم، قومي انتي ارتاحي وكده. وانا اقول لا 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 عادي، هقعد معاكي اعمل معاكي. ما شاء الله ماما شطوره جدا جدا في الاكلات والمعجنات. طبعا هي عامله معاكم على القناه طريقه العيش الشامي وطريقه القرص الفلاحي. العيش الشامي ده جميل جدا يا جماعه، بيتعمل في العزومات كمان. لو عندك عزومه دي تاكل بقى طبعا جنب المشاوي، بيبقى تحفه. لو عندك مناسبه بتفطري منه بتتعشي منه، جميل جدا. ادخلوا شوفوه هيعجبكم جدا الطريقه بتاعته. وطريقه القرص الفلاحي طبعا تحفه 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 تحفه. ودلوقتي تعمل معاكم الفطير، وان شاء الله تعمل معاكم بقى الرقاق الطري. هخليها بقى طبعا طول الايام الجايه هتعمل معاكم اكلات كتيره وجميله جدا ان شاء الله باذن الله. واللي تطلبوه كمان، يعني مثلا لو واحده مثلا عايزه تاكل حاجه معينه او نفسها في حاجه معينه، ومثلا بتخاف تجرب، لا جربي واكتبي في الكومنتات وقوليلي، وانا ان شاء الله ماما كده كده برضو بتشوف الكومنتات، هتعرف انتوا ناقصكوا ايه وهتعملوا معاكوا واحده واحده.
زي ما عملت الفطير كده. هي اصرت والله ان انا ما اجرهوشي علشان خاطر تعمله معاكم واحده واحده، علشان اللي مش قادره تتعلمه او مش او خايفه تتعلمه بمعنى اصح، او خايفه تاخد التجربه، لا تجربه وتعمله. وطريقته سهله وسريعه جدا جدا يعني. او اي حاجه ناقصه مثلا منك في فيديو، ممكن ترجعي لفيديو تاني وتبصي له تاني وتعملي وتجربي تاني، واحده واحده كده هتشتغلي لوحدك يعني. خلاص. ده طبعا الكلام ده طبعا للبنات المبتدئه، يعني امهاتنا كلهم الكبار طبعا دولت حاجه كبيره يعني. احنا اللي بنتعلم منهم. انا طبعا ما شاء الله ماما هتعمل معاكم التانية دي كلها برضو. بس بصوا يا جماعه، انتوا متهيألكوا بقى ان الكور بتاعت الصغننه دي كتيره، بس سريعه جدا وسهله جدا، لان ما شاء الله وقت ما ماما تحط عليها على طول الزبده والقشطه والحاجات دي وتفرد فيها، بتتفرد بكل سهوله جدا، لان العجينه سيبناها ترتاح براحتها زي ما انا قلت لكم. خلاص. جميل 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 ما شاء الله. بص بقى يا جماعه، يلا نراجع بقى ايه تاني الخطوات بتاعته تاني من الاول. انا ماما جايبه 2 كيلو دقيق بالظبط. تمام. ال2 كيلو دقيق دولت يا حبايبي هم عملوا 3 فطيرات بالظبط. 2 كبار وواحده وسط. طبعا انتوا هتشوفوهم في الاخر حجمهم، وهتشوفوا طبعا لونهم وتورقتهم ما شاء الله جميله جدا. ماما بصوا صورت وخلتني اصور كل حاجه بحذافيرها عشان تطمنوا من كل حاجه هي بتعملها. خلاص. هو 2 كيلو دقيق حاطط عليهم شويه ملح وشويه ملح صغيرين. طبعا انتي شوفي الكميه قدامك قد ايه وبتحطي عليها الملح وشويه سكر. خلاص. وتقوم معاها بقى ميه وبتعجنه بميه بس. ديت عجينه الفطير، ما بتاخدش اكتر من كده. تمام. وبعد كده بتقطعه على الصينيه زي ما هي مقطعتها كده على الصينيه معاكم. دهنت الصينيه الاول بشويه زيت، وبعد كده بقى قطعته قطعت طبعا فطير زي ما انتوا شفتوه يعني، وسابته يرتاح لمدة ربع ساعة. خلاص. المهم ان انت تريحيه علشان يتفرد معاكي بسرعة زي ما هي ما بتاخد كده من على الصينية وبتفرد. تمام. عشان لو ما انت مريحتوش في مدة الربع ساعة دي هيلم منك. لازم تريحيه ربع ساعة زي ما انتوا شايفين في ايد ماما كده، اللهم بارك، بتتفرد بسرعة، ما بيلمش منها خالص. شايفين وهي بتفرده طول بقى ما انت بتفردي كده بيفرد معاكي على طول. وبعد ما سيبنا بقى يريح، تفردي زي ما هما بتعملوا بقى كده واحده واحده، تحطي الطبقات فوق بعضها. وبعد كده اما تلميه بقى، ما تلميها بعد ما تخلصي الفطيره وتلميها، بتسيبيها تريحيها تاني لمده برضو ربع ساعه تاني. هو الفطير بيحب شويه انك تريحي العجينه بتاعته علشان هو بينفرد، يديك نتيجه حلوه في الفرد ويورق معاكي كده ويبقى جميل في الفرن. وطبعا يا جماعه درجه حراره الفطير بتبقى عاليه شويه. الفطير ما بيحبش النار الهاديه، بيحب النار العاليه اللي هي المتوسطه شبه عاليه، يعني تبقى متوسطه فيها ميلان شويه لانها تكون عاليه علشان خاطر الفطير يقب معاك كده ويورق يعني. هتشوفوا دلوقتي ان شاء الله مع ماما. طبعا انا باخد برضو منها هنا وبفرد وبساعدها. هي ما شاء الله عليها عملت معاكم الاتنين كاملين. التالتة بقى طبعا هتعملها مع نفسها عشان اكيد زمانكم صدعتوا مني. بس ده والله من اجل ان انتوا تعرفوه كويس جدا، يعني هو سهل جدا. واي بقى تعليق او اي حاجة مش عارفينها في الفطير او عايزين تتأكدوا منها، مفيش مشكلة، كومنت بسيط كده وبسألوا احنا هنجاوب ان شاء الله. يلا يا ماما. اتبقى 2. طبعا بقى بصوا بقى يا جماعه، اللي تشوفوا تجربوا على طول بقى تاني يوم كده او في اي وقت طبعا اللي هي حباه وتقولوا لي بقى ايه رايكم. عارفه اكيد طبعا انتوا جربتوه كتير جدا. مثلا اللي كانت مثلا بيقع منها حاجه او ما كانتش متاكده من حاجه او لاول مره تدخل مثلا المطبخ وتعمله، قولوا لي بقى انتوا عملتوه بطريقه ماما ولا لا، وايه رايكم كمان في الطريقه.
عشان هي بتشوف الكومنتات. اللهم بارك يا رب، في كومنتات بتجيلي قمر قوي. تسلموا تسلموا يا جماعة، اي حد بيكتب لي كومنت جميل ربنا يخليكوا ليا يا رب. هنا بقى ماما هنا كده خلاص بتعمل بقى اخر واحدة. طبعا بقى ايه، وتاخدها بقى ايه الصينية دلوقتي، الصاج قصدي ده برضو، وهتطبق بقى ايه الفطيرة بقى معاكو. واسيبها بقى ترتاح برضو بتاع ربع ساعة. اهو شايفين كده خلاص انا خدت منها اخر واحدة. وطبعا بفردها كويس. بصي يا حبايبي، كل طبقة بناخدها لازم نفردها على اللي قبلها كويس. طب انا بقى ايه بفرد كده، نحط فوق بعض. شايفين الكرة دي اتكونت اللي في النص دي من ايه، من ان انا حاطه ايه كل الطبقات فوق بعضها. نحط بقى ايه، ما تحط ايه رق كده، تحط ايه بينه سمنة عشان طبعا يكون ايه، قصدي زبدة عشان يكون ايه ممر. خلاص. من المهم يا جماعة ان الفطير بالزيت ينخدم بالزبدة كويس علشان خاطر ايه يورق معاكي كده. شايفين ما بتحطي ايه بين الطبقات كده زبدة اهوت. وهتقلبه بقى ايه، هتقلبها لازم ايه نقلبها كده كويس عشان ايه بعد ما ترتاح تفردها بقى في الصينية. هنا ماما برضو بتقولك ايه لازم يرتاح شوية. ريحوا انتوا برضو مدة ربع ساعة. خلاص. طبعا بقى هنشوف بقى دلوقتي بقى، وماما بتحط بقى معاكم القشطة واحنا قدام الفرن. احنا بقى دخلنا خلاص بقى قدام الفرن. ماما بقى حاطه طبق القشطه ده قدامها تاني. دي قشطه تاني هتتحط على الوش غير اللي احنا دوبناها مع الزبده. ده بقى دي القشطه دي بقى للوش فقط. ماشي. ماما بقى بتفرد بقى معاكم الفطيره كده في الصينيه او في الصاج بتاعها يعني، عشان بقى ندخلها الفرن. طبعا انا مصوره بقى طبعا الفرن، هتشوفوا دلوقتي حاجه جميله قوي. طبعا بقى بتفرد القشطه بقى على الفطيره بقى كويس. طبعا انتوا عارفين طبعا القشطة بتبقى جميلة جدا في الاكلات، خصوصا بقى الفطائر والحاجات دي يا جماعة. تدي نكهة وطعم جميل جدا، تخلي لونه احمر وجميل. لازم تفردوها كويس كده. هي بقى هنا بقى دخلتها الفرن. شايفين الفرن لازم يبقى ايه متوسط ميل للعالي، لازم يكون عالي كده كويس. شايفين بقى يا جماعة هو في الفرن. اللهم بارك. شايفين قابب ازاي؟ انا جريت لكم الصوره عشان تتاكدوا ان هو كان قابب وجميل. ما بتقولكوا لازم تشوفوا كل شويه كده بالسكينه الارضيه بتاعته عشان تتاكدوا ان هو اتحمر ولا لا. خلاص. عشان لو اتحمر يعني تخلي بالك منه بقى، عشان لو عالي قوي من تحت عشان ما يحرقلكيش الفطيره. وادي تاني واحده. الاولى هنا كانت طلعت خلاص. شايفين جميله ازاي؟ اللهم بارك تحفه. دي تاني واحده برضو اللي هي عملتها معاكم. بتفردها هي برضو في الصاج، وهتحط عليها برضو ايه قشطه معاكم برضو، وهتدخلها بقى برضو الفرن. واوريلكوا برضو وهي في الفرن جميله بقى. اللهم بارك تحفه. طبعا يا جماعه انتوا عارفين بقى المتمكن فقط اللي بيعرف يعمل فطير ما شاء الله يعني، لان الفطير ده من الاكلات المتينه اللي الشتويه الاصيله. طبعا زي ما انتوا عارفين. فطبعا في ناس بتستسهل وتشتريه. فطبعا يا جماعه اللي احنا بنشتريه من بره ده ربنا يصلح لهم حالهم برضو يا جماعه. بس طبعا مبقاش زي اللي احنا بنعمله في البيت، بيبقى مخدوم بتعمل بزبدة وسمنة وكده وقشطة وحاجات محترمة كده يعني. اكيد بره عمره ما هيكلفلك الفطيرة دي كده، لانه لو كلفها كده كمان هيغرم كتير جدا او ممكن وهيبيعها يعني بشكل غالي جدا. اما طبعا احنا بنعمله في البيت طبعا عشان احنا اللي بناكله، فمش بنستخسر في نفسنا حاجة. فاهمين؟ اما طبعا اللي بره عمره ما يعمل كده، اكيد اخره زيت او الله اعلم طبعا. ربنا يسهل للناس كلها يا رب ويرزقها كلها يا رب. انا بقى زي ما انتوا شايفين ماما بقى دخلت الفرن. شايفين الفطيره اللهم بارك تحفه ازاي. هنا بقى ماما تقول لكم هنا طبعا لازم العسل بقى الاسمر جنب الفطير. وتحطي طبعا طحينه دلوقتي على طبق من دول. طبعا في هنا بقى عسل ابيض اللي عاوز، بس احنا قلنا لماما مش عايزين عسل ابيض، كفايه العسل الاسمر. طبعا بقى وجبنا بقى حدقه اللي من اللي ماما بقى عاملاها تحفه تحفه تحفه. تشوفوها بقى دلوقتي جميله وحمرا. شايفين الفطيره مورقه يا جماعه جميله ازاي. انا قلت لماما لازم توري لهم هي مورقه عشان تعملوها وانتم مطمنين.
هنا بقى يا حبايبي بعد ما خلصنا بقى الفطار مع بعض والفطير بعد ما ماما عملته معاكم، يلا بقى نعمل مع بعض هنا بقى ايه صينيه كنافه كده بالقشطه الكدابه. طبعا اللي مجربها قبل كده كتير عارف ان هي طعمها جميل ولذيذ جدا. وماما بقى خصوصا بقى بتاعت ماما بتحطي فيها بقى ايه قشطه إيه وكريمه. طبعا هتشوفوا بقى الكلام ده معانا دلوقتي. إيه فاول حاجه هنا يا حبايبي بقى ماما بتعمل إيه بتمسك الكنافه وتقعد هنا بقى تفككها كده من بعضها زي ما انتوا شايفين كده. هي بتعملها ازاي؟ بتفككها بقى ايه حته حته كده عن بعضها. الكميه اللي معايا دي يا جماعه هي نص كيلو، إيه نص كيلو من الكنافه. خلاص. إيه اسمها دوت يا جماعه الكنافه دي طبعا شايفينها كده في الكيسه كتيره، ولكن هي اساسا يعني ايه نص كيلو بس. يعني اللي يشوفها كده من بعيد يفكر ان هي 2 كيلو ولا حاجه. لا طبعا الكنافه عشان خاطر هي بتبقى وزنها خفيف فبتوزن، فما شاء الله تلقاها ايه كميه كتيره كده. تيجي بقى تحط عليها دلوقتي بقى زي ما هتشوفها دلوقتي بقى مع ماما الزبده والحاجات دي، فهتلاقوها ايه بقى اتكشت كده تاني في نفسها، هتحس ان هي فعلا النص كيلو. خلاص اهم حاجه ان احنا ايه نقعد ايه نفرفرها كده عن بعضها زي ماما هتعمل معاكم كده. انا مرضتش اجرلكوا برضو هنا الفيديو عشان تشوفوها كويس ماما بتفككها ازاي عن بعض. يعني ماما هتفككها دلوقتي وهي بتطلعها من الكيس وهترجع تاني تعيد عليها كمان دلوقتي، هتشوفوها معانا دلوقتي كمان حته حته كده. خلاص لازم تفرفرها كده عن بعضها كويس جدا. تمام. طبعا يا جماعه ديت نوع من انواع الكنافه دي بالقشطه الكدابه حلوه قوي، ان شاء الله اللي هيجربها هتعجبه جدا. وطبعا ان شاء الله في الايام الجايه بقى هنعمل معاكم إيه كنافه بقى باشكال كتيره جدا زي عش البلبل بقى والمبرومه والحاجات اللي زي دي وبالمكسرات والحاجات الحلوه اللي ان شاء الله اللي جايه دي. طبعا عشان خاطر بقى في رمضان بقى جاي، وطبعا بقى في عزومات وكلام ده ونبقى عايزين احيانا نعمل حلويات وكده، فعشان تعرفوا ان شاء الله شويه اشكال كتيره كده ان شاء الله من الكنافه يعني هتعجبكم باذن الله. زي ما انتوا شايفين هنا ماما لازم تفرفرها كويس جدا كده عن بعضها. يا ماما ما شاء الله تخلص الكميه كلها معاكم. انا قلت بقى بلاش بقى اجري معاكم الفيديو في الكنافه عشان خلاص بقى احنا اتعودنا بقى في الفيديو ده ان احنا نعمله كله كامل مع بعض زي ما عملنا الفطار مع بعض واللي عملنا برضو الفطير برضو مع بعض ما جريناش الفيديو، فهنعمل برضو الكنافه معاكم. وغير كده كمان ماما اللي شجعها تعمل كنافه كمان صراحه في اليوم ده، قالت بقى الفرن كان شغال والكلام ده بقى وكان لسه دافي وسخن وكده، فقالت بقى يلا بقى بالمره نعمل الكنافه ونحطه فيها بالمره. خلاص ماما يعني اول ما تلاقي الفرن بقى شغلته وكده فبتقوم حاطه فيه بالمره بقى حاجات كتير. علشان يعني ما تفتحوش بقى مره تانية وكده. كنت اقول لكم احنا كده عملنا برضو في القناه قبل كده برضو الجلاش الحلو. الجلاش الحلو ده برضو كان من الطرق الجميله جدا جدا جدا. وما شاء الله عليه كان جميل. وعملت لكم برضو فيه بتاع مثلا تهيألي 6 اشكال من الجلاش. اللي عاوزه برضو يا جماعه يتفرج عليه هيعجبه جدا. بصوا هنا بقى بعد ما ماما شالت بقى هنا الكيسه وطلعت الكنافه حته حته، ماما بقى بتعيد عليها تاني زي ما انا قلت لكم. هي هتقعد تعيد عليها تاني لحد ما تقطعها قطع صغيره خالص. خلاص حته حته كده بتقطعها. قولولنا بقى بعد ما تتفرجوا بقى على الفيديو، قولولنا بقى رأيكم في الكنافه بتاعت ماما. هتشوفوها في الاخر لونها احمر وجميل، بس ما تجروش بقى الفيديو. عارفه ان الفيديو ده ممكن يطول عليكم شويه، بس صدقوني والله احنا صورنا انا صورت يعني اليوم كامل، فقلت بقى انزل لكم بقى يوم كامل بدل ما اقطع الفيديوهات على كذا فيديو. فقلت لا انزله ان شاء الله مره كامله كده لوحده وبعمل لكم فيديوهات تاني ان شاء الله لوحدها. خلاص شايفين ماما بتاخدها كده بايديها وتقطع حته حته. بعدين انا قلت اتكلم معاكم شويه حلوين كتار كده. اي واحده بقى تقولي مثلا لو محتاجه اي حاجه في الكنافه بتكتب في التعليقات، وماما ان شاء الله برضو بتشوف التعليقات بتاعكم وانا كمان بشوفها. واي حاجه برضو محتاجينها في الكنافه وفي اي حاجه من الحلويات عموما
ان شاء الله ماما تعملها معاكم. كده كده برضو ماما عامله معاكم الشربات بتاع الكنافه برضو معاكم، عشان برضو اللي مثلا الشربات بيسكر منها او ما بتعرفش تظبطه، ماما هتقولك برضو على المقادير المظبوطه ليه، هتشوفها برضو معانا دلوقتي بس بعد ما تخلص بقى تقطيع. هي ما شاء الله هي بتاخد وقت شويه في التقطيع الكنافه، علشان خاطر يا جماعه تطلع كويسه يعني. خلاص انا مريتش والله اجريها عشان تطلع تشوفوها هي بتتعمل، عشان تجربوها بالظبط. حتى الفطير برضو ماما قالت لي برضو حاولي ما تجريهوشي، علشان خاطر برضو اي واحده مبتدئه في الفطير من البنات بقى الصغيره والكلام ده، اللي لسه اول مره تدخل مثلا المطبخ ونفسها تاكل فطير والكلام ده، برضو ترجع للفيديو كده واحده واحده وتشوف. انا بقى خلاص يا حبايبي، ماما كانت خلاص قطعت الكنافه، قالت لي بقى يلا نعمل الشربات بقى معاهم. ده السيرب بتاع الشربات. ماما جابت هنا كوبايه وربع من الميه. ماما بتقولكوا استنوا شويه هنا عليه كده لحد ما يغلي بس شويه، الميه تغلي. شايفين الميه بدات هنا تغلي كده. هتحط بقى عليه السكر. بصوا يا حبايبي، هو الشربات بتاع الكنافه كوبايتين السكر عليهم كوبايه وربع من الميه، خلاص، ونص ليمونه. وهتحط ماما بقى هتحط الفانيليا في الاخر خالص بعد ما تطفي على الشربات، عشان طبعا انتوا عارفين ان الفانيليا مادة طيارة، عشان خاطر ريحتها ما تروحش يعني. الفانيليا بنحطها في الاخر خالص. تمام. هنا اهوت ماما بقى بعد ما المية بدأت تغلي كده قامت حاطة عليها السكر، اللي هما كوبايتين السكر عليهم كوباية وربع من المية. هتحط دلوقتي معاكم نص الليمونة، والفانيليا دي بقى ماما هتحطها مع نفسها بقى في الاخر خالص. خلاص، وهتسيبوه بقى يا جماعه يغلي بقى لوحده لمده 7 دقايق كده ولا حاجه. تمام، مبتحطلوش اكتر من كده. هنا بقى ماما بتعمل معاكم هنا بقى القشطه الكدابه. طبعا انتوا عارفين طبعا هنعمل الكنافه النهارده بالقشطه الكدابه. ماما عملت يا جماعه هنا معانا هنا نص كوبايه من قصدي مش سوري، اللي قصدي نص كيلو لبن حليب. خلاص ماما حطيته على النار. ماما معايا هنا نص كوبايه كده من الميه. حطت عليه يا جماعه ماما كان معاها 3 معالق كبار بشكل هرمي كده من النشا، حطيتهم على الميه. خلاص، وهتقعد بقى تقلب. طبعا لازم نقلب يا جماعه النشا في ميه بارده، مينفعش نحطها على اللبن وهي سخنه يعني، عشان ما تكلكعش النشا في اللبن. خلاص، وهتحط عليهم كمان، هتحط عليهم معلقه كبيره من السكر. شايفين هنا ماما بتقول لكم ان هي خلاص دوبت النشا. وخلي بالكم برضو ماما حطت يا جماعه على اسمه دهوت على القشطه برضو كدابه كريمه. دي الكريم شانتيه ده تحفه برضو، بيدي للكريمه بيدي قصدي القشطه الكدابه دي طعم ونكهه جميله جدا. ماما حاطه برضو معلقتين كده كبار من الكريمه. خلاص، يبقى هي ماما حطت 3 معالق كبار من النشا، دوبتهم في نص كوبايه ميه. 3 معالق يا جماعه كبار من النشا بشكل هرمي، عشان تخلي اللبن ده يربط كويس. خلاص، ومعلقتين كبار من الكريمه. تمام. وهتحط هتفضل كمان شويه هتحط معلقه سكر. ليه مش بنحط سكر كتير مع اسمها دوت مع القشطه الكدابه دي؟ علشان كده كده هنعمل للكنافه شربات، عاملين لها شربات عشان ما تبقاش مسكره بزياده. اما اللي بيحب الحاجه بقى سكر بزياده يزود براحته. وماما هنا جابت معلقه كبيره كده من القشطه وقامت حطها برضو على على اللبن ده، وبتقلب كده تدوب القشطه في اللبن. خلاص، يعني هي بتديها برضو طعم. طبعا انتوا عارفين طعم القشطه بيبقى حلو ازاي، فماما برضو هنحط لها معلقه كبيره كده عشان يبقى طعمها حلو. خلاص، وهنسيبه بقى القوام لحد ما يتقل خالص. شايفين ماما بتقولك هنا بقى لازم تقلبه كويس لحد ما القوام بتاعه تلاقيه تقل كده. شايفينه تقيل على المعلقه ازاي؟ ماما برضو هنا بتحط له هنا هي زي ما قلت لكم حطيت له برضو اللي هي المعلقه كبيره من السكر. اللي عايز يحط بقى يا جماعه اكتر من كده يحط براحته، ولكن احنا اكتفينا على القشطه الكدابه دي معلقه واحده بس من السكر، لان طبعا احنا عاملين شربات تاني للكنافه، فعشان ما تبقاش سكرها اوفر يعني.
خلاص. وماما هتحط معاكم هنا برضو ايه النقطة كده من الفانيليا برضو عليها، تمام. ونسيبها بقى تبرد خالص يا جماعة. لازم القشطة قصدي بتاع دي القشطة الكدابة دي إيه لازم تبرد تماما قبل ما تحطها على الكنافة، لازم تبقى باردة خالص. هتشوفوها دلوقتي مع ماما. شايفين بقى كل ما بنقلبها بنلاقيها تقلت عشان خاطر النشا تقلتها. ماشي. هنا بقى ماما جابت هنا الفانيليا اهيت، هتحطي ايه نقطة فيها كده وخلاص بقى هي هتطفي اساسا عشان هو كده ايه خلاص. طالما احنا حاطين الفانيليا طبعا عشان الفانيليا مادة طيارة ما ينفعش بقى تتساب على النار، فماما هتقفل يعني كده خلاص بقى. ماما هتسيبها تبرد. طريقة جميلة جدا يا جماعة للقشطة الكدابة، تحفة 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 صراحة، من اجمل الطريقة اللي ممكن تعمليها. هي هتجربيها وهتدعي لماما والله. هنا بقى ايه ماما جابت يا جماعة هنا بقى الكنافة اللي هي قطعتها وجابت الصينية اللي هتعمل فيها وبتدهنها كده من الزبدة. بصوا يا حبايبي ماما جايبه هنا زبدة إيه وكانت حاطه عليها برضو قطعة من القشطة وسيحتها، تمام. بعد ما سيحتها بقى بتدهن نهاية الصينية اللي هتحطي فيها الكنافة. وهتحطي دلوقتي بقى ايه الزبدة دي على الكنافة دلوقتي بقى، وهتقعد هنا ايه تدعكها كويس جدا في الكنافة. شايفين هنا بتحط الزبدة بقى هنا ايه على الكنافة عشان بقى تقعد ايه تبس كده وتدعك كده الكنافة كويس بالزبدة والقشطة دي. طبعا اي مادة دهنية انت تحبيها اعمليها. لو مثلا بتحبي السمنة اعملي بسمنة، إيه بتحبي الزبدة اعملي بزبدة. انا ماما حاطة زبدة على القشطة، اللي انت عايزاه اعمليه. خلاص. بتقعد بقى بتبس بقى دلوقتي اهيت في الكنافة كده في الزبدة كويس عشان ايه تشرب الكنافة كويس جدا من الزبدة. خلاص. هتلاقوا دلوقتي بقى اتحولت للون الاصفر عشان خاطر الزبدة حاطت عليها تتحول دلوقتي للون الاصفر. خلاص. وطبعا المادة الدهنية دي في ايدك، بس ايه ماما حاططها ماما هتلاقوا دلوقتي اتغرقت دلوقتي زبدة. لازم ايه تفركها كده كويس في بعضها. هتلاقوا دلوقتي كلها اتغرقت زبدة. لو عايزة حابة تكتري اكتر من كده براحتك، بس كفاية عشان الموضوع مبقاش اوفر قوي يعني. هتلاقوها دلوقتي بعد ما ماما تعملها معاكم كده هتلاقوها اتحولت كلها للون اصفر دلوقتي. خلاص. متنسوش يا جماعة القشطة كدابة احنا عملناها ازاي. نص كيلو من اللبن عليها معلقتين 2 كبار من الكريمة. خلاص. ومعاهم كمان 3 معالق كبار بشكل هرمي كده من النشا. ماما دوبتهم في نص كوباية كده من المية الدفء الباردة. لازم تكون باردة يا جماعة علشان ايه اول ما نحطها على القشطة الكدابة قصدي اللبن ما يكلكعش. خلاص. وتدوبهم في النشا كده في المية، وبعد كده بتنزل بقى ايه عليهم على اللبن لحد ما القوام يربط تمام. وتقوم حاطه بقى معلقه من السكر وشويه من الفانيليا وتسيبي القوام يتقل كويس جدا زي ما انتوا شفتها يعني. دلوقتي بقى ماما حاطت اول طبقه في الصينيه اهوت. لازم بقى يا جماعه توزعوها كويس جدا داخل الصينيه. مينفعش بقى مكان يبقى فيه فراغ خالص، لسبب عشان القشطه الكدابه وقت ما نحطها ايه لازم ما تقعش بقى منك في تحت الصينيه. لازم نحط طبقه كويسه كده من الكنافه. وماما دلوقتي ايه هتضغط عليها دلوقتي بايديها كويس. شايفين بقى الكنافه كلها اتحولت للون الاصفر ازاي، لان ماما دعكتها كويس جدا بالزبده. انت تدعكوا يا جماعه الكنافه كلها بالزبده وتقسموها نصين، نص تحت والنص التاني هتحطوه فوق القشطه الكدابه، تمام. شايفين هنا بقى ماما بتعمل ايه بتضغط كويس جدا على الكنافه عشان توزعها كويس قوي في الصينيه. وماما بتقول لكم لازم تعملوا لها حرف كده. شايفين انت ماما بتحاول تعمل لها حرف هنا كده في الصينيه. شايفين الحرف اللي طالع كده ليه بقى ايه فايده الحرف ده؟ عشان القشطه الكدابه وقت ما نحطها ما ينفعش تخرج من بره الاطراف عشان ايه ما تبصش ما تنحرقش اللي جوه الصينيه. خلاص. ماما هتوريكم دلوقتي هي كمان حتى ما هي بتحط القشطه الكدابه على الكنافه هتحطها في النص بالظبط، ما بتحاولش خالص تجيبها على الطروف علشان ايه ما تطلعش بره الطروف يعني. شايفين ماما بتحاول تعمل لها حرف كويس جدا من الجناب.
والمكان اللي تلاقيه محتاج كنافة بتحطله برضو ايه كنافة وبتضغط عليه كويس. شايفين؟ لازم تضغطوا جامد جدا يا جماعة، لازم تثبتوها كويس جدا. بس كده متهيألي كده خلاص خلصت. طبعا انتوا تعملوا كده يا جماعة، لازم تضغطوا كويس جدا. هنا بقى شايفين بقى ماما بتوريكم بقى القوام بتاعها بعد ما القشطة الكدابة بقى ايه سابتها تبرد خالص. شايفين؟ هنا بقى ماما بتضيفها بقى هنا هيت على على الكنافة بقى اللي هي عملتها، وبتسويها بقى كده. وخلي بالكم بقى احنا مش عايزين نطلعها بره الاطراف، بره على الاطراف خالص. تاكلوا بقى يا جماعه الكنافه دي طعمها تحفه. طبعا انا بسجل بعد ما اكلت بقى من بعد ما فطرت واتغديت واتعشيت وكده، اكلت بقى الكنافه الجميله دي. عملنا بقى طبعا هنا بقى عملت شاي، هتشوفوا الشاي وانا بعمله معاكم، وعملت شاي بقى كده وكلت من الكنافه دي. طعمها تحفه وجميل، وطعم الزبده فيها تحفه كده وباينه طعمها روعه الصراحه. جربوها بامانه هتعجبكم جدا. وتنسوش معلقه الكريمه دي برضو سر فيها، بتنقلها لمكان تاني خالص. خلاص. ومعلومة برضو لكم يا جماعة، اللي حابة مثلا في الشربات تعملوا مثلا ممكن تحطي فيه شوية من القرفة، قشر برتقانة، الحاجات اللي زي دي من المنكهات للشربات. مفيش مشكلة برضو ممكن تعمل كده. ان شاء الله الايام اللي جاية هعمله معاكم كتير. هنا بقى ماما بتعمل هنا ايه، بتضيف بقى الكنافة الباقية بقى هنا ايه فوق، وبرضو بتوزعها فوق القشطة. بس خلي بالكوا هنا بقى المرة دي الضغط على الكنافة من فوق مش هيبقى جامد، علشان ايه القشطة اتحطت في النص خلاص. شايفين ماما ايه بتطبطب عليها كده بس من فوق. شايفين ماما مش موزعة القشطة الكدابة للاخر ازاي، لازم تبقى في النص بس. الحرف اللي هي عامله له الكنافة من تحت عالي عنها. شايفين؟ هنا بقى ماما بتوزع كويس. لازم بقى تخلص الكمية اللي هي ايه قسمتها دي. كده كده كانت قسمة كمية الكنافة دي للصينية من تحت وللصينية من فوق. وبصوا يا جماعة، احنا لازم الكنافة تدخل في درجة الحرارة يعني ايه بقى، متوسطة مايلة للهادية. عارفين انتوا درجة الحرارة المتوسطة المايلة للهادية، علشان خاطر ايه الكنافة ما تاخدش لون منك بسرعة في الفرن وتتحرق. لا يعني سيبوها في درجة حرارة متوسطة كده، او مايلة للهادية، عشان تطلع ايه معاكم لونها احمر وجميل. ان شاء الله جربوها تاكلوا اجمل كنافة ان شاء الله في حياتكم. خلاص. شايفين هنا بقى ايه ماما عماله تطبطب عليها، بس ديت مبتتكوش عليها جامد، دي مش زي الطبقه اللي تحت. الطبقه اللي تحت بنضغط عليها جامد جدا، اما الطبقه اللي فوق دي بقى عشان القشطه بنتك عليه ايه بالراحه، بنطبطب عليها كده لحد ما تسويها بس. خلاص. شايفين ماما؟ لا اله الا الله اهوت بتطبطب عليها كده. انا والله يا جماعه مرضتش اسرع علشان خاطر برضه تشوفوا الخطوات كويس جدا. شايفين انا بقى كانت الصينيه طلعت بقى من الفرن جميل. شايفين جميله قمر ازاي، والشربات بتاعها بقى شايفينه تحفه متوسط. بصوا يا جماعه من السر يعني بتاع الشربات بتاع الكنافه ان انتوا تغلوا الميه شويه قبل ما تحطوا السكر على الميه بتاع الشربات، ده عمره ما هيسكر معاكي. خلاص جربيه على ضمانتي. هنا بقى شايفين انا بقى شايفين التقل بقى بتاع الشربات جميل ومتوسط ازاي وتحفه. ما بتحطه كده وتسيبها تبرد وتشرب بقى الشربات بتاعها كويس جدا. خلاص. شايفين شكلها ولونها جميل ازاي، ومتحمره بقى من تحت ومن فوق ومن الجناب. هتشوفوها دلوقتي مع ماما. شايفين اللهم بارك كان لونها جميل. هنا بقى ماما هنا بقى ايه كانت بتقطعها معاكم علشان خاطر هنا ايه تشوفوها بقى معايا وهي بتطلعها. هنا يا جماعه بعد ماما بقى بعد ما سابتها شربت الشربات بتاعها خلاص. هنا بعد ما شربت الشربات بتاعتها يعتبر برضو هنا كانت دافيه ما كانتش بارده قوي يعني،
وهتشوفها وهي برضه طالعه قطعه بقطعتها كمان، وهي ورغم ان هي كانت دافيه بس اللهم بارك كانت تحفه، عشان هي مخدومه كويس طالعه اللهم بارك جميله جدا. بصوا بقى يا حبايبي، قطعوها بقى الشكل اللي انتوا عايزينه، يعني مثلا عايزين تقطعوها مثلثات كده زي البيتزا يعني قطعوها براحتكم، يا حابين تقطعوها مكعبات زي مربعات كده زي ماما بتعملها برضو قطعوها براحتكم، يعني بقى طبعا الشكل اللي انت تحبيه اعمليه. شوفوا دلوقتي برضو ماما برضو هطلع برضو دلوقتي قطعة معاكم علشان تشوفوا ايه لونها من تحت ومن فوق كده جميل ازاي. هنا خلاص، هنا بعد ماما قطعتها، هنا ماما بقى هتشيل معاكم واحدة. انا عارفه ان الفيديو طول عليكم بس والله كان يوم جميل جدا، فانا حبيت نشاركه مع بعض كلنا يعني. شايفين بقى طبقات القشطه من جوه جميله ازاي، شايفينها طعم، بصوا بقى والله يا جماعه طعمها روعه. شايفين بقى القشطه من النص شكلها جميل وفاتحه كده وجميله. هنا بقى ماما توريكم هنا باقي الارضيه بتاعتها، شايفين تسويتها من تحت جميله ازاي، عشان احنا حطيناها في درجه حراره هاديه كده وحلوه خدت راحتها. انا هنا بقى كنت هنا بعمل بقى شاي هنا بقى كنت انا خلاص بقى عشان انا كده كنت بسجل لكم دلوقتي بقى الفيديو متاخر ده وانا قاعدين بالليل، فقمنا بقى عملنا شاي كده فقلت برضو اصوره معاكم وهقطع برضو كنافه للي حابب يعني ياكل منها. كانت اكله جميله جدا والله ولذيذه، جربوها ان شاء الله. شايفين لون الكنافه جميل ازاي، على ضمانتي بقى، واعملوها وقولوا ايه رايكم. لو محتاجين فيها يا جماعه اي حاجه قولوا لنا برضو في الكومنتات وان شاء الله هنرد عليكم ان شاء الله. الايام اللي جايه هعمل معاكم تشكيله كتيره جدا جدا من الكنافه. انا هنا بقى كنت عملت الشاي وبلقمته بقى. هنا بقى كان الكاتل غلا خلاص وبصب بقى الشاي وقعدت طبعا بقى متابعه انا بقى مسلسل في التلفزيون، وكنت بقى بشرب الشاي. انا بحب الشاي جدا جدا جدا. هقلبه بقى معاكم. طبعا بقى يا جماعه اللي عندها بقى حلويات تقوم بقى دلوقتي تعمل تعمل كوبايه شاي تقلدني بتشرب بقى الشاي جنبي اي حلويات كده. انا خلاص برضو خلصت الشاي هنا، بشيل الرغوه بتاعته من عليه اللي فوق واقطع معاكم دلوقتي بقى بعد الكنافه. دلوقتي بقى تعتبر بعد ما بردت. هنا بقى كنا بالليل، هنا الكنافه كده خلاص كانت بردت خالص. شايفين هنا ما شاء الله عليها بعد ما بردت تطلع قطع كده جميله. هحط هنا بس قطع، كل طبق كده فيه قطعه بسيطه، وللي حابب بقى يبقى يزود براحته، بس ما شاء الله كده اللهم بارك يعني. وهنا كده يا حبايبي بقى كنا خلصنا بقى الاكل السهرة بتاعتنا يعتبر وخلصنا الفيديو الطويل الجميل ده معاكم. متنسوناش بقى في اللايك والاشتراك والسبسكرايب، وهحطلكم ان شاء الله دلوقتي فيديو الفول. مع السلامة. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا بقى عايزة ادمس معاكم الفول. ليه؟ بنجيبه من بره غالي ومش حلو ومش نظيف بصراحة، يعني بيبقى لونه اسمر كده ومش عاجبني، وب10 جنيه فول بصراحة ما فيهوش حاجة، مفيهوش بركة، مفيهوش بركة، مفيش خالص، ما يعملش طب. فانا قلت اشتري نص كيلو فول. الفول ده يا حبايبي نوعين، في فول مستورد اللي لونه احمر، وده فول بلدي. انا جبت البلدي ليه؟ لان البلدي ده بيبقى لونه فاتح بعد ما بيستوي وطعمه احلى. اما الفول اللي هو المستورد بيحمر لي ميه الفول قوي، وانا لسه هحط مكونات. البلدي احسن، هو صحيح البلدي بيغيب شويه في السوى، التاني بيستوي بسرعه، بس ده احسن في الطعم كمان. خلاص طيب، الفول ده انا غسلته ونقعته كويس لحد ما الفوله بقت نضفت اهي، نقعينه من بالليل وزادت. يعني انا نقعاه من بالليل ماشي. طب النص كيلو فول هياخد
هياخد شويه عدس اهو، معلقتين جزريه مبشوره، ليمونه. النص كيلو بقى فول بياخد 3 معالق خل، وهقول لكم 3 معالق كبيره. 3 معالق كبيره خل، وهقول لكم ليه الخل. ماشي. الخل ده في السوى بيساعد على سوى القشره نفسها، الخل القشره تدوب. ماشي. طيب انا هسويه، هاخده احطه في الفواله على طول في ميه ساقعه؟ لا ما ينفعش، هيغيب في السوى وهيسمر مني. لازم اكون غاليه الميه علشان احطه في ميه سخنه على طول عشان ما يسودش. يلا بينا على البوتاجاز يا جماعه. الميه غلت اهي، بتطلع بخار. الميه غلت يا جماعه، الميه غلت في الفوانه. الميه غلت في الفواله اهي. اقوم ايه بقى؟ حاطه الفول اهو. الميه لازم تكون بتغلي، اوعوا تحطوه في ميه ساقعه هيسمر منكم وهيغيب في السوا وهتقولوا ما استواش ليه. ما ينفعش. خلاص اهو كده. انا مزوده الميه شويه، الميه انا مزوداها عن الفول. الميه كتير، وري لهم الميه كده. الميه زياده عن الفول قد ايه. احط ايه بقى؟ احط الجزر. هي جزرايه، هي جزريه واحده اهي. احط العدس برضو يا جماعه العدس ده معلقتين، بيديله ريحه تحفه، وهتشمي ريحته بقى وهو بينسلق. زي معلقتين كده يا ماما. معلقتين على نص كيلو، معلقتين كبار. معلقتين عدس يا جماعه. هنا بقى 3 معالق خل. النص كيلو بياخد 3 معالق خل. معلقه اهي، معلقه اهي، معلقه كمان. تمام. فاضل ايه بقى؟ فاضل الليمون. هنحط الليمونه. طيب الليمونه بقى في ناس بتحطها بقشرها. لا، الليمونه ما تنحطش بالقشر يا جماعه علشان ما تمررش الفول. بصوا انا بعصرها اهي. خلاص. النص التاني. النص التاني. تمام. اقلبه كويس اهو. في ناس بقى بتحب تحط طماطماي، وناس بتحب تحط بصلاي. لا، انا لا بحط طماطم ولا بحط بصل. انا بخلي حاجتي بسيطه وسهله. ليه؟ انا لو عايزه اعمل بتاع ده في طبق فول بالبصل، هحمر له بصله عليه قرن فلفل اخضر واعمله. طبعا مش هحط بصل هنا واحط بصل في السليق بتاع الفول، لا ما بحبهوش كده. الطماطم بتسمر الميه بتاعه الفول. معلومه. الطماطم بتسمر الميه بتاع الفول. انا بحب اعمله كده وهوريه لكم لما يستوي. طيب انا بقى هيغلي وهيستوي، ما احطوش على نار عاليه، على نار هاديه جدا جدا اهو، واصبر عليه على ما النار تسويهولي. طيب افرضي الفول بتاعي ده بقى شرب الميه، نزود. هعمل ايه؟ لا مش هزوده ميه ساقعه، يكون عندي ميه بتغلي وما افتحش عليه كتير. ازوده ميه مغليه وما افتحش عليه كتير، مش كل شويه اقعد ابص فيه، كل شويه اقعد ابص فيه. لا، خليه على نار هاديه خالص خالص، وكل ساعه اقوم ابص عليه مره. الميه بتغلي، هو شرب ميته، والميه بتغلي بحط له ميه مغليه واسيبه بقى لحد ما يستوى براحته. اما يستوي بقى هوريه لكم. حلوين. هنشوف بقى الفول بتاعنا استوى ولا ما استواش. اهو بصوا، شوف الفول استوى جدا والله يا جماعه. شوف الفول سخن على ايدي قوي. شايفين الفول ليه دايب دايب دايب. نعمل ايه بقى؟ فاضل له تكه صغيره كده اهو، هعملها له. التكه دي ايه بقى؟ معايا معلقه نشا، يا اما معلقه دقيق يا اما معلقه نشا
يا اما معلقه دقيق، يا اما معلقه نشا، يا اما شويه رز، وانت بتحطي الفول والعدس والجزر وتقلبيها وتسيبيها عشان الفول يلف. انا بقى مش هحط ايه دقيق ولا هحط رز، انا هحط نشا، معلقه نشا كبيره. الكيلو بياخد معلقتين 2 نشا، عشان انا عامله نص كيلو هحط معلقه واحده بس نشا. ليه النشا ده؟ عشان يلف لي الفول. انا بحط وايديها بتقلب. بصراحة يا جماعة والله العظيم للأمانة الطريقة دي أحلى طريقة فول، ما بنغيرهاش بقالنا سنين الصراحة. هنسيبه بقى يغلي شويه بالنشا واجيلكوا تاني. شوفوا بعد ما ربط بالنشا عمل ازاي، بدأ يتقل سنه كده حلو قوي. واطفي عليه بقى كده، هطفي عليه حتى البقبقة بتاعته تقلت كده. بصوا بقى هغرف. شوف الفول، فول بقى كريمه، شويه فول تاكلوا صوابعكم وراه. شوف الفول. نجربه لهم يا ماما كده. نجهز بقى الطبق ده قدامكم. الفول بينهرس معايا ازاي؟ بالشوكه. ايه رايكم؟ شوفوا يا جماعه، بصوا. والله يا جماعة دايب خالص، شايفين بالشوكه ازاي؟ ليه؟ عشان انا نقع الفول. ايه رايكم بقى؟ طب انا الفول بيتجهز ازاي بقى؟ هو كمون وشويه ملح وشويه كزبره ناشفين. خلاص هنعمل الطبق ده هو بقى بالزيت الحار. الاول الملح اهو، احط لكم الملح اهو. طب الكمون، الفول ما بنحطش عليه غير ملح وكمون. طبعا الليمون ده مش عايز كلام يعني. ماشي اهو. والكزبرة برضو. طري جدا يا جماعة والله. عارفة ما بتعرفي تمسكي لهم واحدة بس اهو اتهرس خلاص. شوفوا يا جماعه، اتهرس جدا. هرس خالص اهو. اهم حاجة بس تسووه كويس. احط ايه بقى كمان؟ اللي حابب يحط كزبره يحط، بس حبه صغيرين يعني. كزبرة ناشفة. كزبره ناشفه. اللي حابب يحط شطه يحط. انا هحط حبه صغيرين اهو. ماشي خلاص. اخر حاجه بقى انا هحط ايه؟ هحط زيت حار. يا عايز تتفتح لسه. زيت الحار اهو. هي حلاوته بالزيت الحار والطحين. احلى طبق فول بقى هكاكي. واللي عايز يا جماعه على فكره برضو يضربه في الخلاط او الكبه براحته، بس هو الصراحه مش مستاهل. مش مستاهل مش مستاهل الضرب. هو شايفين هو مفروم قوي ازاي. هو مش مستاهل خالص على فكره ان هو يدخل الكبه او الخلاط. اعمل ايه بقى كمان اهو؟ طحينه. الطحينه بقى احلى طبق فول تاكلوه. بس ما تقلبوش بقى. اللي عايز بقى يقلبه على الاكل عادي. بصراحه يا جماعه ماما بتعمل شويه فول عالميين. واكيد طبعا بقى هنحط الليمون، لان طبعا الفول ما هو برضو الا ليمون. لا ده مش هنحط له ليمون. ليه؟ لانه نحط عليه زيت حار وطحينه وكمون ده مش مستاهل ليمون. التاني بقى بنعمل بالزيت والليمون. خلاص الطبق التاني بس انا مش هعمله بالزيت والليمون. لو حابه بقى تعملي في طبق تاني بالزيت والليمون ماشي. انا عايزه اعمل طبق بقى بالزبده. طبق فول بالزبده. الزبده دي بقى بتديله طعم يا جماعه خرافه بصراحه. مش عايز كلام. اللي هي الزبده البلدي. الزبده البلدي اللي هي او دي. بالقشطه. اللي هي دي يا جماعه. او بالقشطه. او بالقشطه. القشطه بقى بتديله طعم، هتروحي في حته تانية. خلاص مش هنعمله معاه مع البوتاجاز. جميل. مستوي خالص، مش محتاج خلاط.
طب هنعمل طبق تاني بشويه برضو زيت صغيرين اهو. ده بقى اللي هو بالسمنه البلدي او الزبده. اللي هو بالزبده. والزبده. لو عندي قشطه بقى كنت عملت لكم طبق بالقشطه، بيوديكوا في حته تانية خالص بصراحه يعني. هو بصراحه يا ماما هو جميل من غير حاجه والله. حاسه ان الزبده كتير قوي. هيبقى متغرق في لا الزبده. ده بيبقى طعمه جميل. عشان يا جماعه على فكره بقى ديت ايه، زبده بلدي هتودي الفول في حته تانية خالص. للناس بقى الناس بقى عشاق الزبده البلدي. طبعا في ناس كيفه اكل فول بالزبده البلدي. ولا بقى لما تجيبي طبق زي ده وتحطوا فوقيه حته قشطه، شويه كمون بقى وشويه ملح، وتحط القشطه. انت كده كده كمان يوم هتعملي معاهم ان شاء الله تاني في دخلة الله رمضان. دخلت رمضان بقى هنبقى مهرجان فول ان شاء الله نعمل لكم اطباق كتيره هنعمل لكم جدا. فول بالبيض وفول بالصلصه وفول بالزيت الحار وفول بالليمون والزيت. ههيئكم في رمضان ان شاء الله باذن الله. وليه انواع كتير الصراحه يا جماعه. هعمل ايه بقى؟ هقوم حاطاه على الفول كده اهو. ماشي.